سمعوا هذا الفيديو سمعوا. في اليوم المغرب لا بترول لا غاز لا كذا. شوف وين الحق الاقتصاد تاعها. شوف الرجال اعمال جزائريين راهم يحولوا اموالهم للمغرب باسكو الناس هادو ما راحوش المغرب، ما يشوفوش المغرب وين وصل. حبيتوا ولا كرهتوا المغرب افونس عليكم. بو 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 تحفة يا جدة. طباير هذا؟ لا لا خوتي، هذايا وهذا هاو جاي في المغرب. جاي في المغرب، اقسم بالله لا جاي في المغرب. يمكن نشوفوا مثلا في المغرب والاستراتيجيه اللي عملتها، خاطر خلينا نكون واقعيين، راهي تبدا بسياسه الدوله. احنا مازال ما عندناش حتى واحد في نيفو كبير، مازال ما عندناش هذا شوا، ما عندناش نحن غير البنيه التحتيه. الاشكال عندنا الامكانيات مش هي اخويا في برشا حاجات في وقت الدراسه، وقت البنيه التحتيه زيرو. بدي اخبركم انه هيدي الصوره وهيدي الملعب منه ببلد اجنبي، هيدا الجمال كله ببلد عربي وتحديدا بالمغرب واسمه ملعب الرباط. هيدا الملعب يلي رح يستضيف مباريات كأس العالم لسنه 2030 وبيساع تقريبا ل70,000 مشجع. افتتاح رح يكون قريبا وانا مأكده ان الافتتاحيه رح تكون مميزه ورح تكون نار، يعني الحماس عندي مليون. اهل المغرب شكرا على هيدا الشغل الحلو، شكرا على هيدا الملعب الجميل، شكرا على هيدي التحفه الفنيه. نفهموا في حاجه تري امبورطون كي تشوف ستاتستيك تشوف الدول. ديجا احشم الدرهم المغربي شحال يسوى بالدينار تاعك اللي ما يتبدلش. ما هذا برك ما نروحلكش. اما لو سميك الجيريان بارابور و سميك ماروكان، روح تحوس قبل، اقرا تقف باش تعرف. روح حوس الاقتصاد، شوف لا ديفيرونس بين لو سميك الجيريان و لو سميك ماروكان. علاش لي ماروكان كونت يفيون الجيري خلصوهم مليح؟ باسكو يد عامله، يخدموا. والله يا خويا ابراهيم انا بنفسي كلمه انا حوس على مغربي باش يخدم لي. قالوا لي باش يصيح لك مغربي تلحق لك. علاش؟ باسكو يخدموا يصنعوا. كي يقول لك ام يجيو باسكو جيعانين، نو ماشي باش جيعانين، يجي باسكو خدام. نتوما خليتو غير الشكيمه نهار كامل وانتو تكذبوا، وانتو حنا رانا ملاح ورانا تبهديله. الجزائر اللي كانت في السبعينات والثمانينات وحتى في التسعينات كي كان الدم يسيل ما لحقتناش لوين لحقنا اليوم. العجوزه تهرب، الشيخ يهرب، الشاب يهرب، الكبير يهرب، ما بقات كاع الناس يتهرب من البلاد. خلات بالشباب الجزائر، وخاصة جهة القبائل باسكو حنا ما نحبوش الدل. نقولوا بالقبائلية أنا نرز ولا نكنو، نتكسر وما نركعش، ما نركعوش، هذه في دماءنا، ما نركعوش وما نحبوش هاد الشياتين. هادو ما اللي وصلوا البلاد، يحكموا فيهم الشيوخة ما يعرفش ميم با يجيري ان بورطابل مسيو. ولادهم نعرفوهم كاع وين ساكنين، وين يتمتعوا بأموال الشعب الجزائري. لاعب عبارة عن فوتوشوب حتى يصور للعالم أو الجمهور الرياضي أن المغرب يملك بنى تحتية ومنشآت وكذا، لكن في أمر الواقع هي كلها منشآت متهالكة، وهناك منشآت غير موجودة أصلا على الأرض الواقع. شاهدنا أن التقييمات كلها ضعيفة على مستوى البريد، على مستوى النقل والمواصلات والفندقة والبنى التحتية وساحات الترفيه ومواقع المشجعين. حدث هذا بفعل فاعل. 2025 ستلعب في وقتها المحدد، خاصة وأن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فضلت ملف بمخططات من الملاعب موجودة على الورق عن ملف فيه ملاعب ومنشآت رياضية من الطراز العالمي، وهي جاهزة من أجل شباب الجزائر ويتم برمجة فيها العديد من المباريات. ويتساءل الجمهور الرياضي الجزائري اليوم هل الملعب الذي سيلعب فيها المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة سيكون جاهزا خلال ديسمبر من السنة الجارية، وهو لا يزال ربما في طور الإنجاز والأشغال متواصلة. ستجهز أم لا؟ الكاف تلمو مريضه وتلمو مخيونه مسكينه وتلمو ما على بالهاش وراهي رايحه وما تشوفش غايه. بانوا لها هذول الاستاد هما اللي يستاهلوا باش ينظموا كوب دافريك تاع 2025. وفي الجهه المقابله قالت لك لاكاف باللي هاد الاستادات اللي في لاجيري ما مشواش زين خويا استمتع. قالت باللي ما مشواش زين من لهيه وما يستاهلوش يستضيفوا كاس افريقيا اللي غادي تبدا في ديسمبر 2025 صح. انا نشوف بلي لاجيري عندها نيفو كبير بزاف واستادات شابين بزاف وبنيه تحتيه شابه بزاف باش تستضيف رواندا كونت غينيا ولا جزر قمر مع المغرب ولا فاهمني. نورمالمون نجيبو كوب دي موند دي كلوب لي سيبر كوب تاع البلدان الاخرى، باغ اكزومبل نجيبو بارسا كونت مدريد
يا مال كونتر مبابي ماشي نشوف انا ما باليش انا الجوال هذاك الاحمر تاع غينيا استوائيه كنت تاع بوركينا فاسو لا الستاد عاليين راك فاهم يلعب فيهم غير لي كرون ستار نديروا مباريات خيريه ما بين ايكيب تاع زيدان وايكيب تاع ريبيري دروك باين سقسيك هذا الستاد تاع تيزي وزو يلعب فيه فلان نيمبورت كي لا ما جاياش انا الشامبيون راني مانيش صح نقولوا معليش اسيدي باش نطلعوا النيفو تاع الشامبيون ليكيب ناسيونال نورمالمون تستقبلكم نتوما لي زيكيب تاع لي زافريكان نتوما تستقبلكم غير في سفوحي ولا ساوره عين طلعت لكم الشانك خطره تحوس بيكم خطره هاد في ميل خطره تيزي وزو خطره بالراقي خطره راك فاهمني واليك صاد كي داير هذا مبني في السبعين كمنيتك مبني في السبعينات هذا نورمالمون لي زيكيب يديروا دي كونفونسيون مع دي زيكيب اوروبيان راك فاهم باغ اكزومبل نتفرجوا دي ماتش اميكو لمسيه كونت ايفرتون مولديت وهران كونت سيفيا باغ اكزومبل في عندنا بعدنا استاد محلول في هواء الطاق شغل مسرح تياتر راك فاهم الهواء تدخل فين ما بغات راك فاهمني استاد كمل قرايته قعدوا 3 موا باش سقمناه ولا ميم با 2 موا ولا راك فاهم كيما باغ اكزومبل هذا الاستاد نجيبوا فيه باغ اكزومبل عنابات نجيبوا لها تلعب مع نيوكاسل ويتبادلوا ما بيناتهم المواهب راك فاهمني والله راني منيت ياك عزني نترشق انا ما نترشق عندهم كوب دافريك في 2025 نروحوا دوكا نشوفوا الملاعب تاعهم ما كاش حنا انا قلت لك المغاربه الاحرار نحييهم ونرحبوا بهم في اي وقت لكن السياسه التي ينتهجها فوزي لقجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم اتجاه كل ما هو جزائري والانديه الجزائريه والمنتخب الوطني الجزائري يا اخي احنا ما نسكتوش عليها ما نقدروش نسكتوا عليها كجزائريين احرار ثاني ما نقدروش نسكتوا عليها هذه هي دوك عندي بزاف انا صحابي دي ماروكان العين والراس نحييهم بالمناسبه لكن السياسه تاع انت دوك تقول لي المغرب عندها كوب دافريك 2025 اوكي عندها كوب دافريك 2025 واش من ملاعب ما عندها حتى ملاعب كيفاش الجزائر اللي عندها ملاعب عالميه ملعب ميلود هدفي ملعب حملاوي بقسنطينه ملعب عنابه ملعب 5 جويليا ملعب نيلسون مونديلا ملعب دويره ملعب حسين أيت حمد المجاهد الراحل كاع هاد الملاعب تخيلوا أن الجزائر ما دير لا كوب دافريك 2025 لا كوب دافريك 2027 هل هذا معقول؟ بلاد بحجم الجزائر بلاد بقوة الجزائر بلاد بعراقة الجزائر وقيمة الجزائر رياضيا كرويا كلش وش حبيت عندها ملاعب عالمية كالملاعب اللي ذكرتها أنا الآن ملاعب عالمية ما عندها لا كوب دافريك 2025 ولا كوب دافريك 2027 تدخل لك في العقل قل لي برك هل هناك عاقل تدخلوا في العقل هذه وبلاد أخرى عندها كوب دافريك 2025 ما راهيش واجدة كاع ما راهيش كاع واجدة لو كان يحشموا شوية يقولوا لنا سلفوا لنا الملاعب تاعكم عادي يحشموا شوية برك لو كان ما جاتش فيها حشمة يقول لك سلفوا لنا الملاعب تاعكم يا أخي مد كل واحد حقه كل واحد أعطيله حقه فقط الجزائر بكاع الملاعب بكاع المنشآت الرياضية اللي دارتها الدولة الجزائرية ما تنظم لا كأس إفريقيا 2025 ولا كأس إفريقيا 2027 روحوا شوفوا ملاعب الجزائر الجديدة اللي تبنات اللي راهي تلعب فيها المباريات الآن تعرفوا أنه أمر غير مقبول وغير معقول تماما ما كاش منها أنا هذه ما تخليش في راسي وأي واحد رجل عاقل هنا ما بيناتنا ما تخلوش في راسه شتو التصاور هذا تصاور تاع الملعب اللي راح يحتضن مباريات المنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2025 بالمروك هذا الملعب هذا تاع مولاهم الحسن في الرباط السعة تاعو 22,000 متفرج هذا الملعب أنشئ في 2012 وبعدين تقرر إعادة بناؤه من جديد بدأت الأشغال فيه في أكتوبر 2024 نسبة تقدم الأشغال في هذا الملعب 15%. المعلومة اللي احنا نصدمكم بها أنه في العادة الملاعب الطبيعية أو ذات العشب الطبيعي تدي وقت على البناء من 18 شهر إلى 3 سنين أو أكثر من 3 سنوات حسب التعقيدات وحسب الظروف الجوية وحسب الصدف اللي تجي في وسط الأشغال هكذا بالك تطول ملعب بهذا الحجم تاع 22,000 متفرج يدي من 18 شهر إلى غاية 3 سنوات كما قلنا لنفرض أن هذا الملعب
راح يدي 18 شهر، مشات 3 شهور من اكتوبر الى جانفي، وباقي على كاس افريقيا شحال باقي؟ باقي 11 شهر. ال 11 شهر وال 3 شهور صافي 14 شهر. هل المروك راح تكون قدر التحدي وراح تنجز هذا الملعب في اقل من 18 شهر ويكون تحفه فنيه؟ وهذا ما نتمناوه، انه الجزائر كي تجي تلعب لي ماتش تاعها تلقى استاد اللي هي القيمه، ام ان الزريبه راح تتحجج بكاش مرض كما دارت في واحد النسخات سابقه واعتذرت على تنظيم كاس افريقيا لانها ما كانتش جاهزه. حنايا نتمناو ان تكون جاهزه ونديروا مبارياتنا ان شاء الله وندوا لاكوب من الزريبه هذه. يعني شي يحير كيف لجنه الكاف اعطات تنظيم لهذا البلد والملاعب تاعو جيسكا بريزون لحد الان ما هي جاهزه. نورمالمون كاس افريقيا لعبناها في جونفي هذا 25، لكن لان كانت ما هي جاهزه هذاك البلد اجلوها، ومبالك راح تزيد تاجل او تنقل الى بلد اخر في افريقيا. الايام راح تنعت لنا واش راح يكون. هذا مكان اتهلا في رواحكم. السلام عليكم. في الميدان الرياضي المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة منتخب النيجر يوم الجمعة القادم بالرباط ضمن الإقصائيات الإفريقية لكأس العالم 2026 برسم مباريات المجموعة الخامسة. مباراة أسود الأطلس أمام المنتخب النيجيري لن تكون سهلة، لا سيما أمام خصم يجيد الدفاع. استعدادات أسود الأطلس ترصدها لنا قائمة بالعشي. بمركب محمد السادس لكرة القدم أجواء مرحة وعائلية خلال الحصة التدريبية للنخبة الوطنية تحت إشراف الناخب الوطني وليد الركراكي، استعدادا لمواجهة منتخب النيجر برسم تصفيات كأس العالم للمنطقة الإفريقية المجموعة الخامسة بتشكيلة جاهدة الجديد على مستوى استدعاء لاعبين حصلوا لأول مرة على شرف حمل القميص الوطني على سبيل الذكر اللاعب نايل العناوي لاعب فريق آيس روما. أنا فخور بانضمامي إلى المنتخب الوطني ومستعد لتقديم الأفضل، كما أنني متشوق لملاقاة الجمهور المغربي. بالنظر إلى ترتيب المجموعات الخامسة، المنتخب الوطني ظاهرة مونديال 2022 يسير نحو الترشح مرة أخرى إلى مونديال 2026. يحتل المركز الأول ب15 نقطة بفرق 6 نقاط عن منتخب زامبيا. آخر مواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره النيجيري تعود إلى 20 من شهر مارس الماضي بمدينة وجدة. آنذاك فاز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف واحد. الجماهير العاشقة لأسود الأطلس تواصل اقتناء أقمصة لاعبي المنتخب الوطني وتذاكير الملعب. الحدث سيكون استثنائيا بعاصمة أنوار الرباط بافتتاح ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو يستقبل المنتخب الوطني على بعد نقطة واحدة من التأهل إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك كندا. شهد الميركاتو الصيفي انتقال العديد من الدوليين المغاربة صوب أندية جديدة بحثا عن تحديات تضمن لهم الحفاظ على التنافسية والاستمرارية ضمن منافسات الدورية الأوروبية الكبرى. انتقالات من بين أهدافها ضمان مكان داخل كتيبة وليد الركراكي قبل الرهانات الكبرى القادمة. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا مهدي فود. نافذة الانتقالات الصيفية أطلت هذا العام على موسم جديد حافل بالتحديات، وقد اتسعت بما يكفي للعديد من ركائز المنتخب المغربي لكي تغادر أنديتها بحثا عن آفاق أخرى. قرابة نصف ترسانة أسود الأطلس تقمصت ألوان أندية جديدة في سبيل كسب أو استرجاع التنافسية وضمان الاستمرارية في اللعب بالدوريات الأوروبية الكبرى، أملا في الحفاظ على مكانتها داخل كتيبة وليد الركراكي قبل رهانات كبرى أبرزها كأس أمم إفريقيا.
العديد من اللاعبين الاساسيين داخل الفريق الوطني بدلوا الفرق ديالهم في هذا الميركاتو الصيفي. كان البعض اللي كيعاني من مشاكل تنافسيه، مشاكل استمراريه في اللاعب، فهم قرروا على انهم كانوا في بحث على انديه وعلى خوض مغامرات جديده في المسار ديالهم. كنعرفوا على انه المدرب وليد الركراكي فهو الان كيحتاج للفريق اللي هو تنافسي، اللاعبين عندهم تنافسيه اكبر لحد الان تحد ما ضمن المكان ديالو داخل الفريق الوطني. لهذا فكنلاحظ على انه العديد من اللاعبين حاولوا على انهم يعتقوا الموقف، وحاولوا على انهم يديروا اختيارات اللي هي رياضيه. ايضا هذا الميركاتو بين على ان المكانه ديال اللاعب المغربي فهي مكانه تصاعديه في الدوريات الاوروبيه. بين من انفرجت أزمته ومن أصر على الرحيل ومن كان مجبرا على التغيير، نجد أسماء أساسية وازنة يتقدمها المدافع نايف أجرد الوافد الجديد على قلعة أولمبيك مارسيليا، إلى جانب متوسط الميدان عز الدين ناحي الباحث عن فرصة جديدة مع جيرونا الإسباني، وسفيان أمرابط المعاري إلى ريال بيتيس، بالإضافة إلى زملائهم بلال الخنوس الملتحق بشتوتغارت الألماني، وإلياس بن صغير الوافد على باير ليفركوزن، والمهاجم حمزة إيجامان نجم ليلى الفرنسية الجديدة. انتقالات اعتبرها المتابعون بمثابة اختيارات رياضية، من بين أهدافها ضمان مركز داخل تشكيلة الأسود. لأننا نعلم جميعا أهمية لعب أكبر عدد من المباريات لضمان مكانة في قائمة المنتخب الوطني المقبل على محافل كبرى جدا، المقبل على نهائيات الكان وكأس العالم 2026، وهذا أهم شيء لجميع اللاعبين، لأن خوض أكبر عدد من المباريات كما ذكرت سابقا هو السر لضمان مكان في المنتخب الوطني، بالإضافة إلى التألق وعوامل أخرى يراها الناخب الوطني وليد الركراكي إلى جانب الطاقم التقني المساعد. حركية لافتة شهدها الميركاتو الصيفي داخل صفوف المنتخب شملت أزيد من 10 أسماء في اللائحة الحالية، من شأنها أن تخلق تنافسا شرسا ونبيلا على مقاعد القائمة النهائية للمنتخب قبل خوض غمار كأس إفريقيا. عسى أن تظل جميع الأسماء رهن إشارة الناخب المغربي صاحب القرار الأول والأخير. مهدي فودي، بين سبورتس، الرباط. هذا وخاض المنتخب المغربي أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهتيه المقبلتين أمام النيجر وزامبيا في تصفية كأس العالم 2026. الميران الذي أقيم تحت أعين المدرب وليد الركراكي شهد حضور أبرز النجوم بقيادة أشرف حكيمي، إضافة إلى الوافدين الجدد الذين انضموا إلى القائمة للمرة الأولى. هذا ومن المنتظر أن يخوض أسود الأطلس المباراة المقبلة أمام النيجر في مدينة الرباط وسط حضور جماهيري كبير بعد أن بيعت تذاكر المباراة بالكامل. ويقترب المنتخب المغربي من العبور إلى نهائيات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتصدره المجموعة الخامسة في العالم الكاملة بعد 5 مباريات. أنا سعيد جدا بوجودي هنا، الجميع استقبلني بحفاوة بالغة وأنا متطلع لتقديم الإضافة للمنتخب. كنت على تواصل دائم مع المدرب الذي مدني بنصائح ثمينة، وأنا فخور باللعب لمنتخب المغرب. أنا على استعداد لتقديم يد المساعدة للفريق، ومثلما توقعت وجدت أجواء في غاية الروعة، البنية التحتية متطورة، ولم أشاهد ملاعب بمثل هذا الجمال في حياتي، وأعد الجماهير بتقديم كل ما أستطيع من أجل المغرب. أشعر كأني في دياري عندما وصلت. قابلت أناسا أعرفهم من قبل، كما شاهدت بعض الوجوه الجديدة الذين حصلوا على ترحيب حار، وأنا سعيد بوجودي هنا. أنا أتابع المنتخب المغربي باستمرار، وبالتأكيد قام بالكثير من الأمور الرائعة، خاصة أننا نملك النوعية والجودة بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة والموهبة. إذن فهذا مزيج جميل، وأتطلع لخوض مباريات مع هذه المجموعة. المدرب اتصل بي وأراد الحديث معي، تحدثنا حول عدة أمور وقال لي إن علي الاستمتاع باللحظة وتقديم نفسي. أتمنى مقابلة الجماهير يوم الجمعة في الرباط، ومتشوق لمعرفة كيف ستكون الأجواء. أنا متحمس للغاية وأراكم قريبا.
في فرنسا عزز مارسيليا صفوفه بالمدافع الدولي المغربي نايف أجرت قادما من ويست هام يونايتد. اللاعب البالغ من العمر 29 عاما سبق وأن تألق مع ديجون ورين الفرنسيين قبل انتقاله إلى ويست هام الذي أحرز معه لقب دوري المؤتمر الأوروبي، وخاض الموسم الماضي تجربة مع ريال سوسيداد على سبيل الإعارة. ويعول مارسيليا على خبرة نايف لتعزيز خطه الخلفي ومنح الفريق صلابة أكبر على المستويين المحلي والقاري.